ألا وهو دور لجنة البيئة والمجتمع في تنمية المجتمع الأسواني وخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة أسوان. أنا بيسعدني يكون ضيفي النهاردة دكتور أحمد زكي أبو كنيز، أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، وطبعا هو المسؤول عن لجنة البيئة والمجتمع في التنمية داخل محافظة أسوان. دكتور أحمد أهلا بيك معانا، منورنا النهاردة يا دكتور. أنا سعيد معاكي أخرى وأنا أسعد حقيقي، على بقالنا أثير فترة فعلا أو على موجات أو على زي ما بتسموها على الهواء على في هواء في شاشة طيبة. طيبة. دكتور خلينا نعرف أكتر إيه هو نوعية الدور اللي بتلعبه لجنة البيئة والمجتمع وأهميتها، وخصوصا إحنا بنتكلم بعد حدث غير كتير من مجرى أحداث مش بس في مصر لكن على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم، استضافة مصر لقمة المناخ أو كوب 27. بالظبط، هو بعده كان في تفكير كويس هنا في محافظة أسوان إن هم شكلوا مجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، ودي من الشخصيات يعني كل الأعضاء اللي فيه ناس بيشتغلوا فولنتير تطوعي لخدمة المحافظة لحبهم في بلدهم. تمام. خبراء من الجامعة، من المراكز البحثية، من الإعلام، طبعا الإعلام ما حدش يقدر ينساه أبدا، والقطاع الخاص والشركات اللي عندنا في أسوان، تمام. والشخصيات المهتمة يعني بهذه هذا المجلس تم تقسيمه إلى مجموعة من اللجان. أحد اللجان كانت لجنة البيئة وخدمة المجتمع اللي أنا بأشرف بعضويتها يعني مع أستاذنا الدكتور محمد نجيب راشد. تمام. اللجنة دي طبعا زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من شوية إن مهمة جدا بعد الحدث اللي هو الكوب 27 اللي هو يمكن نقل إلى حد كبير الحديث عن البيئة وعن التغيرات المناخية، بعد إن إحنا كنت دايما أقول إن هو حديث نخبوي بامتياز، يعني بتحدث فيه النخبة والمتعلمين وناس محددين، لكن عامة الناس ما كانتش بتتكلم فيه، إلا إن اتبذلت جهود من جهات حكومية وجهات أهلية، يعني نقدر نقول بنسبة كبيرة في نعم. ناس كتير عندها فكرة عن الحدث ده. بعد الحدث، ما بعد الحدث نعم. في عمل مناخي. هذا العمل المناخي بقى لازم المشروعات كلها بتاعتنا تكون بتراعي الاستدامة البيئية وتراعي عدم. صحيح. فكان طبعا في أسوان طبعا والحمد لله احنا بنواكب تشكل هذا المجلس، وضمنه هذه اللجنة اللي هي بتبحث عن المشروعات التي يمكن عرضها كفرص استثمارية للمستثمرين وللقطاع الخاص وللشباب وتفر، بس معمولة المشروعات بشكل مستدام من خلال عمل مناخي بيراعي عدم وجود انبعاثات، بيراعي ان يكون في تكيف مع التغيرات المناخية، بيراعي ان بيزود دخل للفئات الهشة والفئات زي المرأة والشباب، وبنظهر كل الفرص الاستثمارية اللي عندنا في محافظة أسوان وخاصة الحياة اللي بتميز محافظة أسوان. تمام. يعني نقدر نقول انه اصداء استضافة مصر لقمة المناخ ظهرت في أنشطة متعددة، في مراعاة نقاط متعددة أثناء تنفيذ مشروعات تنموية، يعني زي ما احنا نأمل انه أسوان تصبح أرض الفرص في الفترة القادمة بإذن الله. بيتم مراعاة القواعد والاستدامة البيئية في التنمية اللي هتتم على أرض أسوان. بالتأكيد أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا كنا شغالين في خضام التوعية بالمؤتمر، فكان وزارة التخطيط نزلت مبادرة اسمها مبادرة المشروعات الخضراء. يعني في أسوان إحنا عندنا بنتميز بوجود كمية كبيرة من النخيل. تمام. إحنا عندنا في أسوان أحد المصانع بيشتغل على متبقيات صناعة إنتاج قصب السكر لاستخراج الورق، بدأ يعاني من مشاكل، يعني ربنا سهل. في أحد قيادات المصنع ده كان عنده فكرة جميلة جدا وكتبتها أنا وهو في صورة مقترح لإنتاج الورق من متبقيات النخيل. ده أنا كده بحل مشكلة كبيرة جدا. إحنا بعد
اللي حصل، التغير الاجتماعي اللي حصل بعد الانفتاح الاقتصادي اللي حصل في السبعينات، وتحولنا بعد ما كنا بنسكن في البيوت اللي مبنيه من الطوب اللبن ومن الطين ومن والملاس الجريد اساسي وكده. معاها في بينا بنبني ونسكن في بيوت خرسانيه. صحيح. الجريد بتاع النخيل بقي ملوش لازمه، فبدا يعمل مشكله، الناس بيتجمعوا وتولع فيه النار، يعمل تلوث، يعمل مشاكل. هذا الرجل يعني خد هذا يعني وكل بيئه وحسب مفرداتها. بنلاقي في الدلتا قش الرز، بنلاقي عندنا هنا الملاس وغيره. فاحنا هنا بقى فكره الاستاذ ده او الدكتور ده ان هو هياخد هذه المتبقيات وهيصنع منها ورق، يعمل منها لب ورق. لب الورق ده بيتم استيراده من الخارج. تمام. عمله صعبه، فهو هيوقف ان احنا نستورده من الخارج بعمله صعبه. هيحل لنا مشكله بيئيه، هيحول البتاع ده للمزارع بيدفع فلوس عشان يحرقه وعشان يرميه الى مصدر دخل، يبيعه بفلوس. هيبقى في ناس هتشتغل، يعني هيبقى في شركات هتشتغل في تجميع ده واعداده اللي يتورد للمصنع. هنا المشروعات او مثلا هذا انا بعمل اعاده تدوير، اعاده تدوير للمخلف او المتبقي اللي كان هيتحرق. بدل ما يتحرق ويلوث، انا هستخدمه في حاجه مفيده وابطل استورد حاجه ثانيه. صحيح. وهاوجد دخل اضافي لصاحب النخيل، وهاوجد فرصه عمل لناس تشتغل في اعداد المتبقيات دي وتجميعها وتجهيزها عشان تروح دي نوعيه المشروعات اللي بتشتغل عليها لجنه البيئه. تمام. طيب خلينا نقول كمان ايه تاني من المشروعات. يعني احنا دايما بننادي انه عايزين أسوان تبقى أرض الفرص. ما هي بالفعل أرض الفرص. إيه تاني من المشروعات بقى اللي يعني في مثلا اللجنة ساهمت في أسوان؟ احنا مثلا بنتميز إن احنا بنزرع 70,000 فدان قصب سكر. تمام. قصب السكر ده بالكامل بيتم توجيهه مصانع استخلاص السكر. على فكرة المصانع ما بتعملش سكر. السكر يصنع في النبات في الحقل. مصنع السكر الحقيقي هو المزارع. أما في المصنع فيتم استخلاصه. في نسبة من المساحات دي بيتم استخدامها في إنتاج العسل الأسود. والعسل الأسود ده غذاء شعبي بامتياز. سعره رخيص وجميل وفيه مميزات كثيرة، إن هو ما يعني مش سهل إن هو يفسد، إن هو ممكن يقعد فترة طويلة. أيوة فعلا. زائد إن الدول اللي بتزرع هو منه في يعني نسبة السكر العالية بتمثل مادة حافظة. بالظبط. فبالتالي بتحفظه من التلف. التركيز الحافظ للمواد السكريه. انت كنت بتقولي معلومات من شويه عن الطماطم. احنا معلومات التركيز الحافظ للمحاليل السكريه عند 69.5%. لو المحلول السكري بتاعي عدى النسبه دي مش هيحصل فساد ولا هيحصل تخمر ولا حاجه، تبقى امنه جدا جدا جدا. صحيح. غير كده بقى العسل الاسود بيوصل لحد 73%. طب انا عندي القصب وعندي العسل الاسود، بس عندي صناعه إنتاج العسل صناعة قديمة بتنتمي إلى القرون الوسطى لم يصبها التجديد. احنا بنحاول نعمل حاليا نموذج لعصارة ذات خط مغلق من بداية الإنتاج لحد نهايته. لأن الاتحاد الأوروبي مثلا هيقبل من مصر إن هي تصدر حوالي 300 ألف طن عسل أسود. احنا أكتر حاجة صدرناها 6000. يبقى أنا عندي فرصة اني ازود نسبه الصادرات بتاعتي. يبقى انا ممكن احنا من ضمن المشروعات اللي كانت معروضه في الجلسه الاخيره في لجنه البيئه ان احنا بنعرض للمستثمرين، لان اللجنه ليست جهه تنفيذ مشروعات. احنا تمام. انت بتعرض الفكره. نعم. ان عندنا مثلا عسل امكانيه الاستفاده من قصب السكر. وتعامل في عصارة أو وحدة إنتاج عسل مغلقة حديثة كده تطلع حاجة نظيفة، حاجة جميلة ذات لون ذهبي وجميل وطعمه جميل، ممكن يتصدر وممكن يستخدم في صناعة الحلوى. يعني حاليا بعد ارتفاع أسعار السكر الناس كلها بتستخدم مصانع الحلوى على العسل. طب العسل الأسود يعني ضمن مميزاته، يعني لما بنعرض الفرصة دي إن هو مثلا قصب السكر موجود عندنا في الشتاء فقط. من شهر 12 لحد شهر 5. لا ده احنا ممكن ندخل في نوع من الذرة الرفيعة السكرية دي ممكن تاخد الفترة من شهر 5 لحد شهر 12 ان احنا ننتج منها العسل، وبقينا بننتج العسل الاسود على مدار السنة 12 شهر. يعني احنا بنعوض الفاقد، يعني الجزء التوقف للعسل او للسكر. عسل الاسود قصب السكر. لا احنا بنتكلم في عسل الاسود. نعم. عسل الاسود يعني بنعوض الفاقد بالذرة. ما هوش فاقد.
عسل الاسود احنا بناخد القصب بيبقى متوفر مم. في الفتره من شهر ديسمبر لحد شهر مايو. تمام. من شهر مايو لديسمبر مفيش قصب، مم. فاحنا فكده العصارات بتاعه العسل الاسود هتوقف، نعم. والعماله اللي فيها هتتوقف، يبقى فيها نوع من البطاله. فاحنا بندخل المحصول ده كبديل انه يستخدم يعني بنعمل فيه لهم استدامه في العمل. عشان يبقى السنه كلها شغالين مفيش بطاله، وان العسل المنتج الى جانب ان سعر او تكلفه تمام. الماده الخام من الذره الرفيعه السكريه اقل من القصب، فبالتالي هيكون في الصناعه تشتغل بشكل اربح كثيرا يعني. الذره الرفيعه دي اللي بنعمل بيها السلطات، السويت كورن ولا مش هي دي السويت كورن، بس احنا بنستخدم ايه بقى الذره الرفيعه اللي هي شبه العويه اللي احنا بنقول عليها العويه، اللي الكوز بتاعها على قمتها وبيدي حبوب رفيعه بتاكلها الطيور. بس احنا هنا بنستخدم الساق نفسه. الساق هو اللي فيه هو اللي مصدر زي ساق القصب السكر. الساق نفسه اللي بيبقى فيه العصير. طيب ايه تاني من افكار الشتلات بقى في طبعا في من الافكار حياتنا بتاعت اسوان، حياه اسوان اللي الحياه التراثيه بتاعت اسوان اللي هي قائمه على النخيل، اللي هي في الصناعات زي الحياه الجميله اللي قدامنا دي الحياه التراثيه. في الصناعات النول، الفركه، الاجزاء بتاعت احنا عندنا هنا بنشتهر في اسوان بمحصول الدوم او اشجار الدوم. اشجار الدوم عندها البذره بتاعتها حجمها كبير، يمكن تقطيعها ويصنع منها حاجات مشغولات جميله كده تلبسها السيدات كعقد او تضاف على القطع، نعمل منها قطع جميله نزين بها كديكوريشن يعني للمكان. الى جانب النخيل بيستخدم الجريد في صناعه الارابيسك وفي صناعه المقاعد والكراسي الجميله. وانا شفت كان في مهرجان التمور اللي اتعمل في شهر ديسمبر الماضي اتصور او يناير الماضي. كان فيه ديسمبر الماضي، كان في ديسمبر كان فيه عاملين دواليب لحفظ الملابس من الجريد بتاع النخيل، الى جانب منتجات كثيره اخرى. كل هذه المنتجات بيتم عرضها كفرص استثماريه. اضف الى كده احنا في اسوان مشتى جميل جدا، يبقى فيه السياحه العلاجيه، وعندنا اماكن ممكن للاستشفاء والاستمتاع بشمس اسوان الفتيه الرائعه الجميله. وبعض الناس بيحبوا يحصلوا على اللون البرونزي البرونزاج ده. صحيح. الى جانب كده برضه فيه المشروعات فرص السياحيه برضه، مراقبه الطيور. احنا عندنا اعلى معدل طيور مهاجر بيجي في اسوان هنا فعلا. فممكن وفي اماكن كثيره يعني في محافظه اسوان بيتم رصدها، وتم الاستعانه في اللجنه بزملاء من اداره المحميات الطبيعيه في جنوب مصر يعني، علشان برضو يظهروا هذه الفرصه. ونفكر نعمل زي مؤتمر للسياحه وتنشيط السياحه، من ضمنها هيبقى عمليه مراقبه الطيور ومتابعه الطيور ورصد الطيور ورؤيه الطيور في محافظه اسوان. جميل. احنا طبعا يعني بنتمنى كل الازدهار لمصر كلها مش بس محافظه اسوان. لكن طبعا يعني بنأمل المزيد، واحنا يعني للصعيد وإن كان اللي بنشوفه دلوقتي بيحصل على أرض الصعيد طفرة ونقلة ما شفناهاش من سنوات طويلة. شفنا من أيام قلائل محافظة سوهاج إزاي المشروعات اللي بتتم على أرضها، وبنتمنى كل الخير لكل مكان في مصر. دكتور أحمد زكي أبو كنيز، أستاذ مركز البحوث الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي البيئي بأسوان، أنا سعدت بوجود حضرتك معايا النهاردة، وكل التوفيق يا رب لكم وكل الخير لمصر كلها مش بس أسوان. شكرا لحضرتك، وشكرا ان انتم بتساعدونا كاعلام ان احنا نوصل الرساله التوعويه بتاعه البيئه والتنميه المستدامه مش محافظه اسوان بس، احنا معاكم على موجاتكم على لكل الناس، لكل الناس. صحيح. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك شكر جزيل. ومشاهدينا تعالوا